قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم وأهلا بكم من جديد. اليوم نقدم لكم آخر المستجدات حول أشغال ملعب البريد بالرباط، حيث تسابق الورشات الزمن ليظهر الملعب بحلته الجديدة. بالنسبة للأرضية، النصف الأول أصبح شبه جاهز بعد وضع كل الطبقات اللازمة من الحصى والرمل وأنابيب الصرف، ما يضمن صلاحيتها في جميع الظروف. أما النصف الثاني فما زال في مرحلة الإعداد بعد إزالة الهياكل المؤقتة الخاصة بالسقف. أما السقف فقد قطع أشواطا كبيرة، ولم يتبق سوى بعض الروابط بين الهياكل ليمر مباشرة لمرحلة تغليفه بالقماش المخصص الذي سيحمي من الشمس والأمطار ويمنح الملعب طابعا عصريا على غرار الملاعب العالمية. الكراسي أيضا وصلت مراحلها الأخيرة، حيث تم تركيب معظمها مع تناسق جميل في الألوان، ولم يتبق سوى بعض المقاعد في المدرجات العليا. كما جهزت الهياكل الخاصة بالشاشات الضخمة التي ستركب في المراحل النهائية. بشكل عام، الملعب يعرف تقدما واضحا وسريعا، ويبدو أنه سيكون من بين أجمل وأحدث الملاعب المتوسطة في المغرب. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.